لاعبين مهاجمين أو غير مهاجمين، مدافعين يمكن أو خط وسط، لعبوا بمركز حراسة المرمى. تعرفوا مين أهم هدول اللاعبين؟ وبتعرفوا أنه أحد أساطير كرة القدم لعب حارس مرمى؟ يا ترى بأي مناسبة سجل هذا اللاعب يلي اسمه أسطورة 3 أهداف وكان وقتها كمان حارس مرمى؟ خليكن معنا لتعرفوا بقية القصة. مثل ما شفنا من كم يوم بالدوري الإيطالي، لاعب الميلان، مهاجم الميلان تحديدا ومهاجم المنتخب الفرنسي أوليفييه جيرو، لعب حارس مرمى بآخر أوقات المباراة بعد ما انطرد الحارس الأساسي. أوليفييه جيرو تمكن من التصدي لكرة التعادل لنادي جنوة وخلى إيسي ميلان متصدر الدوري الإيطالي. طبعا في قبل أوليفييه جيرو كمان كان في لعيبة كتير لعبوا حراس مرمى، مثل مدافع مانشستر سيتي ومدافع المنتخب الإنجليزي كاير ووكر، وقبله كمان كان النجم المهاجم الهداف هاري كين كمان لعب حارس مرمى، ولا ننسى كمان مدافع مانشستر يونايتد ريو فيرديناند، وقبله كان نجم تشيلسي ونجم المنتخب الإنجليزي جون تيري لعب حارس مرمى. بس أهم لاعب لعب حارس مرمى وهو مهاجم، ومو أي مهاجم، هو أسطورة بعالم كرة القدم، هو الأسطورة بيليه. بيليه لعب حارس مرمى ب3 مناسبات، سنة 59 وسنة 69 وسنة 73 من القرن الماضي. بس أكثر لعبة مهمة كانت بعام 1963 واللي كانت بنهائي الكأس الوطنية بالبرازيل بين نادي سانتوس ونادي جيرميو، وبهي المباراة فاز فريق بيليه، فريق سانتوس، وسجل بيليه وقتها هاتريك. ولكن القصة ما انتهت هون. يلي صار بهي المباراة غريب عجيب. قبل النهاية ب6 دقائق انطرد حارس نادي سانتوس، وكان نادي سانتوس مستنفذ كل التبديلات. شو اللي صار؟ بيليه راح لعب حارس مرمى وقرر التصدي لهي المهمة، وخلالها تصدى لكرتين محققتين للتسجيل ليكون بوقت بيليه سجل هاتريك وعمل تصديين رائعين ليمنح اللقب لنادي سانتوس بالكأس الوطنية بالبرازيل. ووقتها عنونت الصحف بيليه نجم مع الكرة عند قدميه وفي يديه. إذن بيليه أسطورة كرة القدم، من شيء قليل منقول عنه أسطورة. حبايب قلبي متابعي قناة نبض الحياة، ابقوا معنا على طول لحتى نقدم لكم كل الأخبار الحلوة يلي فيها الإثارة والمتعة والفائدة والتشويق.